السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واخيرا اخيرا اخيرا هسافر المكان اللي انا بقالي كتير جدا 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 نفسي اروحه، وبصراحة ما كانش عندي اي حلم او اي توقع ان انا اروح المكان ده لانه كان لطبقة معينة كده. فالحمد لله هسافر وهروح المكان ده، وانا مبسوطه جدا جدا ان اي حاجه كده بيبقى نفسي فيها حتى لو طولت شويه ربنا بيحققها لي ان شاء الله يعني. فانا مسافره رايحه كده اتفسح، وحابه بقى ان انتوا تستنتجوا انا مسافره رايحه فين. الشاطر يكتب كده في الكومنتات يقول لي يا جاده انت مسافره رايحه فين. انا مش هقول لكم النهارده انا مسافره رايحه فين، النهارده احنا هنجهز الفيديو بتاع تحضيرات السفر. اشتريت كام حاجه كده عشان السفر، هوريكم هلبس ايه وانا رايحه مسافره، وهاخد ايه معايا، ونعمل اكل ايه وكده. والفيديو اللي بعده ان شاء الله تعرفوا انا سافرت رحت فين. فعايزاكم بقى كده كل حد شاطر كده يكتب لي تحت في الكومنتات يا ترى انا رايحه فين. ماشي، متنسوش بقى اللايك والكومنت، ويلا بينا نشوف تحضيرات السفر. طبعا المكان اللي انا مسافره فيه هنزل فيه البحر، فلازم اخد حاجات للبحر. فانا رحت اشتريت اول حاجه اشتريت بورنيطه. ما اشتريتش الحاجات اللي طالعه ترند لان هي بصراحه غاليه جدا، وانا ما حبيت ان انا يعني كفايه مصاريف السفر والمروح والرجوع وكده، لان انا مش هبات، انا هرجع في نفس اليوم وكده. فاستكفيت ان انا اجيب حاجه يعني تقضي الغرض وتكون عجباني في نفس الوقت. فانا اشتريت البورنيطه. البورنيطه القمر دي كده انا اشتريتها زي ما انتم شايفين كده اهي. بصوا نلبسها كده، طبعا انتوا هتشوفوها انا مش بحب البس الاستك ده لانه بيخنقني. بصوا هي فيها هنا فيونكه كده، ودي بيكون شكلها. ايه رايكم؟ شكلي حلو صح؟ بدلع نفسي. اشتريت البورنيطه القمر دي علشان اروح اصيف بيها. طبعا في الجنب فيها فيونكه كده زي ما انتوا شايفين، تمام. وده بيكون شكلها كده علشان طبعا اهي عشان خاطر الشمس، تمام. وهاخد على فكره برضو البرونيطه الطاقيه بتاعت بابا، لان انا دي بخاف انزل بيها الميه تطير مني. فهاخد بقى اللي هو الكاب اللي بيكون كده ده. بصوا انا عجباني قوي. شكلها جميل قوي بصراحه اهي. جبت البرونيطه كده القمر دي، بصوا هي عامله كده اهو، فيها الفيونكه القمر دي كده. مش لازم نجيب اغلى حاجه او الحاجات اللي طالعه موضه، على قد ظروفنا نشتري، كل واحد على قد ظروفه. انا طبعا بما ان انا ما بروحش بحور كتير او ما بروحش اماكن كده كتير، فاشتريت حاجه كده تكون سعرها بسيط واقدر ان انا اروح بيها اهي. تمام. جبت البورنيطه دي وجبت شبشب عشان خاطر طبعا الرمله. انا مش بعرف ان انا امشي في الرمله وهي سخنه، رجلي بتوجعني يعني. فكنت عايزه اجيب شبشب يكون طري. بصوا طري خالص كده، يعني كانك كده مش لابسه اي حاجه في رجليكي، طري خالص. بصوا ده شكله شيك قوي بصراحه. بصوا انا كان نفسي والله تشوفوه. هحاول استنى ان انا انزل الكاميرا عشان تشوفوه. باين اهو، ده شكله كده في اللبس. فجبت بقى الشبشب ده عشان خاطر اروح بيه، يعني مش هروح بيه في الطريق، يعني اخده معايا عشان هناك طبعا اول ما البس المايو كده البسه عشان خاطر طبعا الرمله وكده. فحبيت ان انا اجيب حاجه تكون طريه شويه، فرحت اشتريت البورنيطه ديت والشبشب اللي انتوا شايفينه ده، تمام. دي بس
الحاجات الجديده اللي انا اشتريتها عشان اخدها معايا. يعني جبت البورنيطه والشبشب، ما كلفتش نفسي اكتر من كده. ولو تفتكروا الشهر اللي فات انا كنت جايبه المايو الشرعي ده من خالد بن الوليد. طبعا اسمحوا لي يعني ان انا اوريه لكم عشان في متابعين جداد دخلوا القناه ما شافوهوش. طبعا متابعيني الحلوين شافوه وعجبهم جدا، فبرضه ايه في ناس جديده يا جماعه فاستحملوني ايه نوريه لهم يعني يمكن يستفيدوا. طبعا المايو ليه شنطه كده زي ما انتم شايفين. تمام، ده المايو الشرعي بتاع المحجبات يعني. بصوا بيكون ليه بنطلون كده، هو طار بيكون ليه بنطلون فيه استك كده من تحت، تمام، وفيه استك كده من فوق. وطبعا هم عاملين اماكن كتير عشان تضيقي من الجنب ومن قدام، تضيقي حسب المقاس بتاعك كده اهو عشان وقع مني على الارض. وده الجاكيت بتاع المايو، تمام. انا جايباه واتر بروف. وطبعا قلت لكم بعد الفيديو اللي رحت فيه البحر في اسكندريه، قلت لكم قد ايه المايو ده طلع تحفه تحفه تحفه. انت بتطلعي من الميه اول ما طلعتي الرمله وقعت وانت نشفتي، مش بيلزق على الجسم، مش بيضايق على الجسم، بتطلعي كده باحتشام برقي باحترام، بتطلعي بصي كانك لابسه ترنج. وده احلى حاجه فيه، ان انت لما تطلعي من الميه ما بيبقاش بقى ملزق عليكي مجسم جسمك، بيبقى كلك كده ملزق. لا يعني انا اول ما طلعت قعدت 5 دقايق كنت نشفت، ما تحتاجيش كمان ان انت تستحمي من كتر ما هو يعني حلو جدا. بصوا وبيمطر الميه، تمام. هو كده ده، والبنطلون بتاعه ليه بنطلون كده، تمام، وليه البونيه، ليه البونيه بتاعه ده حلو وواسع ومش ضيق البونيه ولطيف جدا، تمام. دي كده اول حاجه. انا طبعا هاخده معايا السفر عشان طبعا ايه يعني احنا مش مسافرين كده وخلاص، احنا اصلا مسافرين عشان نبلبط يعني فايه دي كده من اول الحاجات اللي هنحطها معانا في الشنطه ونجهزها معانا عشان ناخدها. طبعا احلى حاجه فيه ان هو 3 قطع كده، دي الشنطه بتاعته عشان اول ما تطلعي من الميه وتخشي تستحمي تروحي حاطه حاجتك هنا ايه جوه، تمام. كده ادي البونيه اهو، تمام. وهحط بقى مع الشنطه دي كده، ولا اخلي الشبشب بره لحسن اقطع الشنطه. هقفل بقى ده كده وهتنيها كده، لان انا طبعا السفر انا مش هينفع اسافر بتي بس، في حاجات كتير هاخد اكل وهاخد حاجات وكده عشان السكه. فانا هاخد معايا الشنطه بتاعتي دي شنطه الجيم بتاعتي، تمام. طبعا احنا في السفريه دي اصدقائي الناس اللي رايحين معايا اتفقنا ان كل واحد هيعمل حاجته لنفسه، يعني تجيبي اكلك لنفسك، ميتك لنفسك، لان طبعا السفر مكلف وكده، فمحدش ايه يعني يكلف حد يعني. فكل واحد هيجيب سندوتشاته وميته وعصيره ولبسه وهدومه ومواصلاته وكل حاجه، كل واحد مسؤول عن نفسه. المهم بس ان احنا ايه نبقى رايحين مع بعض. فالشنطه دي بتاعتي دي كده انا ايه هحط كده الحاجه بتاعت المايو كده في الارضيه هنا كده، تمام كده. احط ده كده في الارضيه، وبعد كده هحط كمان الشبشب القمر ده اللي انا كده جبته اهو. طبعا اهم حاجه البورنيطه ناخد معانا كده البورنيطه بتاعتنا، مش عارفه بتتحط ازاي، هنحطها نحاول نحطها اهي، تمام كده. وكمان عايزين نحط اهم حاجه، طبعا احنا رايحين بحر فلازم ناخد ايه النضاره بتاعتنا فطبعا نضاره الشمس، في حاجات طبعا هتتشال من هنا وهتتاخد هلبسها على طول وانا رايحه، بس انا بوريكم بس ايه ازاي يعني ان احنا نجهز الشنطه بتاعه البحر، تمام. نحط كمان هنا النضاره كده، البورنيطه دي واخده مكان ماشي. بناخد كمان معايا سيرم الشعر عشان تحطيه قبل ما تنزلي الميه عشان شعرك ما يبص، عشان خلي بالكم البحر فيه ملح فبيبوظ الشعر. ومعايا طبعا الصن بلوك، السيرم والصن بلوك، تمام. وكمان الوايبس المناديل المبلله عشان لما نيجي ناكل. ومعايا كمان
ثواني. معايا فوطه اهي، دي الفوطه دي جديده احب لما اسافر اخد حاجات جديده. تمام، اخدها برده كده معايا. وطبعا الحاجات الشخصيه هحطها. ودي كده شنطه البحر. انا مش باخد حاجات معايا كتير يعني، انا خدت بس المايو بتاعي، خدت الشبشب، خدت البورنيطه، خدت الفوطه، الصن بلوك، هنحط مشط، السيرم بتاع الشعر. مش هنحتاج حاجه اكتر من كده لان انا راجعه في نفس اليوم، انا مش هبات بره البيت يعني. تمام. وكمان اهم حاجه ديت انا هحط فيها تلج زي ما وريتها لكم قبل كده، هي ستانلس كده من جوه، هحط فيها تلج وحملها ميه علشان تفضل الميه ساقعه. وهاخد معايا ازازه ميه تانية بحيث ان انا الميه لما هنا تفضى ازود على التلج فيفضل معايا ميه طول اليوم بسبب التلج اللي انا هحطه هنا. دي كمان هاخدها معايا. تمام كده. وكده اهي الشنطه بتاعتنا كده جهزت. تمام. واحتمال كبير ان انا هاخد شنطه كمان لان الشنطه مش هتكفي، لان انا لسه دي كده انا حطيت فيها المايو والفوطه وحاجتي الشخصيه وكده، فهاخد بقى شنطه صغنططه كده عشان احط فيها السندوتشات اللي انا هعملها. وجبت شويه الحاجات ديت اللي احنا هنشوفها مع بعض. طبعا زي ما قلت لكم كل واحد جايب حاجته لنفسه. جبت كده باكل شيبسي الجميل ده ب15 جنيه، بس عجبني ان هو مخبوز في الفرن مش متحمر في الزيت، فقلت من نفسي بقى يا جماعه فسحه بقى فسحه، فجبت ده. تمام. نعدل بس الطرح. وجبت اسبيروس باتس ديت بالتفاح، اعتقد تفاح احمر، عشان انا ساعات بجيب النوع ويطلع مش هو يعني. انا بحب قوي التفاح. جبت كمان ديت طبعا صفر وطريق يعني مشروبات كتير لان درجه الحراره عاليه جدا فهنحتاج حاجات كتير نشربها. وجبت طبعا السانتوب ده، جبت البرتقال، وجبت بالمانجا اهو. دول كده الحاجات العصاير اللي انا جبتها لنفسي عشان اشربها. وطبعا اهم حاجه عندي الميه والقهوه، فهضطر لما اوصل المكان او اوصل الموقف بتاع اللي هركب منه يعني للسفر اجيب اي قهوه يعني، عشان انا لازم نسكافيه او قهوه الصبح. وجبت كمان بس دوكو بسكوت كده عشان خاطر ايه لزوم بقى ايه الحاجه المسكره يعني. فجبت شويه الحلويات دول كده احطهم في الشنطه. جبت ايه تاني؟ جبت عيش فينو، وجبت كبده، وجبت بانيه. هنشوف الكلام ده في بقيه الفيديو يعني. هنحضر يعني سندوتشات وكده عشان كمان اخدها معايا لان اليوم هيكون طويل جدا وهنرجعوا بالليل جدا، فطبعا هنجوع جدا وهنعطشوا جدا. وعايزه اقول لكم انا مبسوطه جدا لان كان نفسي اسافر المكان ده جدا يعني من ساعه ما اتعمل وكده، وزي ما بقول لكم ما كانش يجي في دماغي ان انا ممكن اروحه. فاتمنى كده ان انتوا تدعوا لي دعوه حلوه، فان شاء الله يعني ايه ربنا يرجعنا بالسلامه يعني، نروح ونرجع بالسلامه ويكون يوم سعيد. وهاخدكم معايا وهقول لكم كل التفاصيل ان شاء الله عشان لو اي حد حابب يروح ويكون على ضمانتي. تمام. عايزه بقى اوريكم انا هلبس ايه. بصوا طبعا بحر يعني فساتين، فانا بصراحه ما روحتش اشتري فستان لان طبعا الصيف قرب يخلص وملهوش داعي وفساتين غاليه جدا. فانا كان عندي الفستان ده كنت موريهولكم قبل كده. بصوا فستان كده حلو قوي اوف وايت كده في موف. كنت جايباه من سان ستيفانو بقاله 3 سنين وما لبستوش. الفستان ده يعني في حاجه غريبه، من ساعه ما جبته هو مش عايز يتلبس، كل ما اجي البسه في مناسبه او حاجه يحصل حاجه واشتري حاجه وما البسهوش. ومن كتر ما انا مش عايز يتلبس اتعقدت منه، قلت الفستان ده مش مكتوب له يتلبس، لحد ما جاله الوقت اهو اللي هيتلبس فيه. ان هو ايه لو كنت اعرف ان انت متشل السفريه كنت استنيت اهو. بصوا هلبس عليه الطرحه دي عشان تنطقه. ايه رايكم؟ يعني هلبس الطرحه دي كده لان هو فيه نفس اللون، فانا قلت البس الطرحه دي كده عشان تنطقه شويه. انا هلبس ده كده، هو طويل طبعا جدا لحد الارض، وهلبس الطرحه دي كده عليه علشان تنطقه شويه. تمام. والصندل ده انا كنت جايباه وبصراحه ما لبستوش عشان يعني بعد ما اشتريته
يعني حد قال لي ان اللونين مش رايقين على بعض، فكره الجملي مع الجراي، المفروض كان مثلا ابيض اسود، اللونين عاملينهم بطريقه صعبه يعني، بس هو شكله حلو قوي في الرجل. فانا محتاره بقى البسه على الفستان ولا البس كوتشي، فلسه ما قررتش بصراحه، بس الاغلب هتلاقوني لبست كوتشي عشان بيبقى مريح اكتر بالنسبه لي. هنشوف يعني في الاخر لبسنا ايه، لان طبعا السفريه اصلا بتبقى كلها انت بتبقي ايه عايزه اي حاجه سهله وسريعه كده ما تلخمكيش يعني. فانا لسه بصراحه ما قررتش هلبس ايه في رجليا، بس قلت اوريكم الصندل ده، انا كنت جايباه برده بقالي فتره. انا ساعات لما بتعجبني حاجه وبيكون معايا فلوس بجيبها وبشيلها، مش شرط ان انا البسها خالص، بيجي لها وقتها وايه وبتتلبس يعني. فالنهارده قلت كده ايه اعمل معاكم تحضيرات السفر. اشتريت حاجات بسيطه خالص، البورنيطه والشبشب، وحضرنا مع بعض كده الشنطه، وعرفت هلبس ايه، وجبنا شويه الحلويات ديت. هنشوف بقى السندوتشات اللي هنعملها والاكل اللي هنحضروه، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. وما تنسوش اللايك والكومنت والشير، واستنوا بقى السفريه، واكتبوا لي تحت في الكومنتات يا ترى انا مسافره رايحه فين، واللي هيكتب لي كده صح ليه هديه، بس مش عارفه ايه هي الهديه. هخليه يشوفني يعني، نتقابلوا في اي مكان نقعدوا مع بعض، تمام ان شاء الله يعني. يلا بينا بقى نكمل الفيديو. هنا بقى انا صحيت الصبح تاني يوم، يعني اليوم اللي هو اللي انا وريت لكم فيه الحاجه ده. المشتريات دي كانت الليله بتاعه السفر، بس انا قلت ايه طبعا الفيديو بتاع السفر بيكون طويل جدا جدا، فانا هقسم لكم الفيديو على يومين، اليوم اللي هو فيه المشتريات والاكل، واليوم بقى السفر نفسه المكان اللي انا رايحه. زي ما انتم شايفين كده انا جبت ربع بانيه وكنت متبلاه من على بيات، وقمت بس الصبح كده حطيته في الفيجيتار وحمرته، وكنت جايبه ربع كبده برضو عملتها في السريع كده، وكنت جايبه عيش فينو. طبعا زي ما كنت قايله لكم ان السفريه ديت يعني كل حد هيجيب اكله لنفسه، طبعا الطريق طويل وكده، وهستناكم في الكومنتات اشوف مين الشاطره اللي عارفه كده تفاصيل غاده وعارفه غدا نفسها تروح فين، بس ما اعتقدش حد هيعرف قوي يعني. تكتب لي في الكومنتات انا مسافره رايحه فين مكان، بس انا عمري ما قلت اللي انا نفسي اروحه، بس كان عمري ما هفكر اروحه بصراحه، بس ربنا اراد ان انا اروح يعني. فانا اتبسطت جدا، انا خلاص الحمد لله رحت وجيت وكده. طبعا انا امبارح ما صورتش فيديو او ما نزلتش فيديو، الحمد لله عشان اظبط لكم الفيديوهات يعني. هنا بقى انا اول ما صحيت من النوم كده ابتديت اجهز الاكل، كل واحد كده بيجهز اكله وبياخد حاجته معاه، ان طبعا المكان اللي احنا رايحينه مش عارفين الاسعار فيه عامله ازاي، فكده احسن ان احنا نبقى عاملين حسابنا يعني عشان نعرف ناكل في السكه وكده. طبعا ممكن حد يقول لي هتاكلي كل ده كده لوحدك؟ يا جماعه يعني انا مسافره مثلا من صباحيه ربنا وراجعه نص الليل، فهجوع بقى، ده فطار وغدا وعشاء يعني، متخيلين يعني اكيد هجوع يعني. السفر والميه والحاجات الطريق والحاجات دي كلها بتجوع يعني. فانا حبيت كده اعمل كده سندوتشات ما تكونش حاجه بتحمض، وبحب انا البانيه جدا يعني، بيبقى طعمه حلو قوي في الاكل. تمام، فهنحط بقى كده نحط السندوتشات بتاعتنا كويس جدا ونغلفها وكده علشان ما فيش حاجه تتكب، ما فيش حاجه تقع. وده كان باتيه بالجبنه كده كنت جايباه. وبعد كده هعمل بقى القهوه بتاعتي، اللي زي ما قلت لكم الطريق طويل، وانا دايما وانا رايحه بفضل اسال في اي كافيه كده ان انا اشتري قهوه، وساعات ما بلاقيش بصراحه. ماشي، هنعمل بقى كده مع بعض القهوه. انا بقى طبعا بعمل قهوه فرنساوي زي ما انتم شايفين كده عشان افوق يعني، ويا ريتني بفوق. اليوم اللي ببقى مسافره فيه ده يا جماعه انا ما بنامش اساسا يعني، انا لما بيبقى ورايا حاجه ما بنامش. فهنا بقى انا جهزت القهوه وجهزت ازازه الميه بتاعتي، حطيت فيها تلج وميه وكمان العصير والحاجات دي. وانتظروا الفيديو بتاع بكره عشان تعرفوا انا سافرت رحت فين، وهستنى كومنتاتكم النهارده بالتخمين، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، ويا رب الفيديوهين دول يعجبوكم ان شاء الله.